أهلا بيكم. النهاردة هنبص بتركيز على خبر مهم جدا ومفرح. الملعب الأولمبي الجديد في الرباط خلاص بقى جاهز تماما. المصادر اللي معانا هي مقاطع صحفية بتركز قوي على اللمسات الأخيرة دي والتحضيرات قبل الافتتاح الكبير اللي كلنا مستنيينه. أهلا بيك. وموضوع فعلا يستاهل الاهتمام. الهدف هنا يعني مش مجرد نقول الخبر وخلاص، لا احنا عايزين نشوف ايه أهم حاجة بتقولها المصادر دي. جاهزية الملعب عاملة ازاي، إمكانياته، أهمية الحدث ده للمغرب. الحماس واضح طبعا، خصوصا ان الافتتاح الرسمي بكرة الأحد بحدث رياضي كبير قوي. بالظبط كده. المصادر بتأكد إن الملعب اكتمل خلاص النهاردة السبت 24 مايو 2025، وبكرة الأحد الافتتاح الكبير بملتقى محمد السادس لألعاب القوة. وده مش أي حاجة، ده جزء أساسي من الدوري الماسي، يعني ده أول اختبار بجد للملعب ده. تمام. ولما نقول الدوري الماسي ممكن بس نوضح للناس أكتر إيه ده، عشان الاسم ده بيتكرر كتير في ألعاب القوى. أكيد. بص، الدوري الماسي ده هو أهم سلسلة مسابقات لألعاب القوة في العالم طول الموسم. كذا ملتقى في مدن عالمية كبيرة، وبيشارك فيه بقى أكبر نجوم اللعبة. فإن الرباط تستضيف ملتقى زي ده بيحطها بقوة على خريطة الرياضة العالمية. ممتاز. طيب نرجع للملعب نفسه. المصادر بتقول تجهيزات مبهرة، شاشات عملاقة، معدات ألعاب قوة بأعلى مستوى، كاميرات حديثة قوي. بس يا ترى إيه اللي بيميز التجهيزات دي فعلا؟ النقطة المهمة هنا زي ما المصادر موضحة، مش بس إن الحاجات دي موجودة، لا، المهم إزاي هي شغالة مع بعض. يعني الشاشات دي مثلا مش بس حجمها كبير، لا، دي جودتها خرافية، بتدي تجربة مشاهدة للجمهور مش عادية. والمعدات بقى زي المنصات بتاعة القفز والرمي والمضمار والحواجز، دي كلها مطابقة لأدق معايير الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وده مهم عشان المنافسة تبقى نزيهة، وعشان الأرقام القياسية اللي ممكن تتسجل. والكاميرات كمان المصادر اتكلمت عنها. أيوة، ودي نقطة مهمة جدا للبث التلفزيوني وللتوثيق كمان. المصادر بتقول إن الكاميرات دي متوزعة بتخطيط دقيق قوي، زوايا بتغطي كل حتة في الملعب، وبتقنيات عالية قوي بتخلي اللي بيتفرج في البيت يحس كأنه قاعد جوه الملعب بالظبط. صورة واضحة جدا وزوايا تصوير مبتكرة. ده فعلا شكله شغل متكامل. والمصادر كمان قالت إن في فرق فنية وتنظيمية شغالة على آخر حاجة دلوقتي، اللمسات الأخيرة دي. وهنا بقى في نقطة مبهرة قوي المصادر مركزة عليها، إن الفرق دي شغالة في نفس اللحظة اللي فيها رياضيين عالميين بدأوا فعلا يتمرنوا جوه الملعب. أيوة، استعدادا لملتقى بكرة. وده كله بيحصل وسط تغطية إعلامية مكثفة موجودة دلوقتي أصلا. تخيل حجم التنسيق ده، تخلص آخر تفصيلة وفي نفس الوقت توفر جو مناسب لتدريب نجوم عالميين جايين من كل حتة. ده لوحده بيبين قد إيه الاستعدادات دي دقيقة جدا، والناس كلها شغالة زي خلية النحل. الحقيقة الواحد لما يسمع كده بيتحمس فعلا. بس في نقطة تانية ودي يمكن أكتر حاجة يعني تخض في المصادر دي كلها، المدة اللي اتبنى فيها الملعب. المصادر بتأكد إنه تحول من مجرد فكرة ورسومات على ورق لملعب جاهز للاستخدام الدولي في أقل من 9 شهور. الرقم ده مش طبيعي خالص. ده فعلا الجزء اللي بيخلي الموضوع استثنائي بجد. إنجاز مشروع بالضخامة دي وبالتعقيدات الفنية دي كلها في أقل من 9 شهور، ده شبه إعجاز هندسي وإداري بمقاييس عالمية. مشاريع زي دي في بلاد تانية بتاخد سنين طويلة. يمكن المصادر مش بتدخل في تفاصيل إزاي عملوها بالظبط، إيه التكنولوجيا أو طريقة الإدارة، لكن النتيجة في حد ذاتها بتتكلم عن نفسها، إنجاز وقدرة تنفيذ غير عادية. يعني ممكن نقول إن الملعب ده أكبر بكتير من مجرد مبنى رياضي جديد. بالظبط كده، هو دليل عملي على قدرة المغرب إنه يحشد الموارد، يخطط صح، وينفذ بسرعة وكفاءة عالية مشاريع عملاقة زي دي. بكرة يعني الأضواء كلها هتكون على الرباط، والملعب ده مش بس هيكون واجهة مشرفة للرياضة المغربية، لا، ده كمان بيبعت رسالة قوية عن قدرات البلد وإمكانياتها في تنظيم الأحداث الكبيرة. يبقى لو حبينا نلخص أهم النقط اللي طلعنا بيها من المصادر دي، عندنا ملعب أولمبي جديد في الرباط، أحدث حاجة في التكنولوجيا والفن، اتبنى في وقت قياسي عالمي فعلا مذهل، وجاهز إن يستضيف حدث دولي كبير قوي ابتداء من بكرة. وكل ده بيعكس طموح وقدرة تنفيذية عالية جدا للمغرب.
ناقص، لأ، ده كمان استثمار في سمعة المغرب الدولية وقدرتها على المنافسة في استضافة الأحداث العالمية الكبرى، وده ممكن يفتح الباب لفرص تانية كتير جدا في المستقبل.